السنه تصمد قد ايه ده بيرجع لحاجات كتير جدا، بيختلف طبعا من شخص للآخر، بيختلف من مكان السنة لمكان الدرس لمكان الناب، لطريقة الأكل بتاعه، للعضة بتاعته، لأنواع الأكل اللي بياكلها، مواعيد الأكل، ياكل ما بين الوجبات ولا لأ، عن المشروبات الغازية بتاعته، بيشرب كولا بيشرب بيبسي، كل الحاجات دي، بيغسل سنانه بالطريقة الصح ولا لأ، بيستخدم مضمضة ولا ما بيستخدمهاش. كل الحاجات دي بتحدد تايم اللي هيروح فيه سنة وإن الدكتور الأسنان يتدخل. الكفة التانية بقى عندنا حاجة مهمة اللي هو الحامضية بتاعت اللعاب بتاعت المريض، دي بتختلف من مريض للآخر. الحامضية دي كل ما زادت كل ما البروجريس بتاع التسوس ان هو يوصل للعصب هيبقى اكتر. كمان حاجة نحطها في كفة تانية، احيانا الناس بتنفس من بقها، فانك بتنفس من بقك ده يعني ريقك بينشف، فالريق بينشف ده يعني مفيش لعاب. طب اللعاب ده بينظف السنان، طب لما هينشف سطح السنة هينشف، هيبقى معرض ان البكتيريا تاكل السنة بسرعة.